تعزيز الشفافية وتقوية الأداء وتشجيع التدبير المرتكز على نتائج الجماعات الترابية ودعم العمل الهيئات. نعيشها اليوم في هذا الفضاء الجميل وبرحاب هذا. يمكن لي نقول أنه الإنجازات قبل كل شيء، قبل من الخطابات والخطاب اللي تلقيو اليوم ما هو غير مقدمة، أما الأساس هو تكوين ديال هذا الجيل ديال هذا الشباب اللي في بعض المناسبات يكون شباب على الهامش، وهذه هي اللب والهدف الأساسي ديالنا. سيد عامل صاحب الجلالة لإقليم رحلنا، سيد رئيس جهة مراكش أسفل، السيدة نائبة سفير الولايات المتحدة في المغرب، والسيد المدير العام للوكالة الأمريكية. يظل التقدم الإضافي في الوصول نحو الشمولية والتنوع في مجال ريادة الأعمال وقابلية التوظيف هدفا مهما بالنسبة لنا في السفارة الأمريكية. لقد تم أخذ واتخاذ خطوات مهمة ونحن نتطلع باستمرار إلى شراكة أكثر فعالية من أجل هذا عمل كبير واليوم فرصة باش تشتغل. دونك غادي نادي على كليب من الحوت، غادي على زينب من مراكش، حسن من الحوت وجوليا من العسالة. يلا كل في سفر. مرحبا بكم. كبير هذا. جريتي ما كاينش شي حاجه غتجي حتى لعندك، وشكرا على هاد الاكسبيريونس وهاد التجربه اللي خدينا وتعلمنا فيها بزاف ديال الحوايج وتلاقينا مع ناس زوينين وجينا ما نقاش فيه لعندكم
دونك شكرا لكم ونهار كبير. عمرو ما شارك في الاستقبال نكون معاهم في الاستقبال الدولي في الجهه شارك معاهم هذا السنه ان شاء الله. في الاستقبال الدولي كامل باش نخرجوا فيه. شكرا على هذا الايقاع. ولكن اللجنه المنظمه لهذا الحفل ارتأت ان تكرم ضمنيا ابناء شيشاوه وابناء الحوز استحضارا لارواح شهداء فاجعه زلزال الحوز، وكذلك اكبارا لما قامت بهذه الاقاليم المتضرره في مواجهه هذه الفاجعه، وتمسك شباب هذه الدوره بجهودهم لاتمام المشروع رغم اكراهات الظروف. فهنيئا لكل الهجين وتحيه لكل اعضاء الفوج من الاقاليم الثمانيه الممثله لجهات مراكش اسف. إذا أنادي على باقي الخريجين لتسلم شهادات من إقليم الحوز: أزاغ لبنى، أزاغ خديجة، شهار زينب، مجدولي زينب، وقبلان نادية. من إقليم شيشاوة أنادي على طاهرة النوني، سهام غلال، جعفر جميلة، عشاق فتيحة، وفاطمة زهراء مرشد. يتولى تسليم شهادات التخرج كل من السيد رئيس مجلس جهات مراقبة